بعد كده هكتب كانفا التصميم. فتح معايا طبعا البرنامج يا جماعة اهو. هندوس على كانفا للجميع. بعد ما ندوس على كانفا للجميع، انت هنا لازم تعمل صورة مصغرة للفيديو بتاعك عشان اي حد يجي يبص. حضرتك شايف ادي الصورة 2 3 4. بص كل دي تصميمات انا عاملها. التصميمات دي يا جماعة ما خدتش مني وقت خالص نهائي. انت بس اهم حاجة تتحرك، ما تبقاش كسول. الصورة المصغرة اهم من الفيديو ذات نفسه. دوس على حاجة اسمها تصميم يوتيوب. بعد ما يفتح معانا تصميم اليوتيوب طبعا يا جماعة، هيقول لك هل تريد فتح هذا التصميم في تطبيق كانفا؟ هتقول له لا شكرا. طبعا يا جماعة القوالب دي كلها ببلاش، كل القوالب دي كلها ببلاش، بس اللي هي عليها التاج دي طبعا بفلوس وبتشتريها. لازم تشتريها عشان تعمل عليها. فانا اختار اول واحد عشان اعمل عليه الصورة المصغرة بتاعي. انا طبعا كده كده مجهز القالب بتاعي. فطبعا همسح الصورة ديت. بعد ما امسح الصورة ديت، عايز اعمل ايه؟ انزل صورة. طب عشان انزل الصورة بتاعتي فيها خلفية، طب اعمل ايه؟ اخش على برنامج هسيبهولك تحت في الوصف، اسمه ريموف اهو. فتح معايا طبعا ريموف. اختار الصورة بتاعتي اللي انا هعمل عليها. اخش هنا على الصور اهي. طبعا انا جبت الصورة وحطيتها في ورايا خلفية، فهو دلوقتي بيشيل الخلفية. بعد ما شال الخلفية بتاعتي طبعا هعمل ايه؟ هنزل الصورة. بعد ما الصورة نزلت، اخش على برنامج تاني. البرنامج التاني بيحسن الصورة يا جماعة. البرنامج ده بيحسن الصورة. تمام. هنا بتبقى لازما بتسجل في البرنامج عشان طبعا يفتح لك القوالب كلها. فاحنا بننزل تحت كده شوية. بص بيجيب لك هنا الكرسي عامل ازاي وبعد التلوين. دلوقتي البرنامج هيفتح معانا يا جماعة. بعد ما فتح معانا هو زي ما انت شايف كده. هنا بديله الصورة. طبعا زي ما انت شايف الصورة قبل وبعد. هنا بديله الصورة الداونلود. فين الداونلود؟ نزلنا الصورة بتاعتنا اهيت زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طبعا الصورة دلوقتي بتعمل لها ابديت. بعد ما تعمل ابديت، شوف الصورة قبل وشوف الصورة بعد. تمام. بص كده الصورة يا جماعة، بص قبل عاملة ازاي وبعد عاملة ازاي. تمام. بعد كده ننزل الصورة، نعمل داونلود تنزل. بعد ما تنزل يا جماعة هنروح على برنامج كانفا، ناخد الصورة ونحطها. طبعا الصورة نزلت هنا اهيت. طبعا انا مش عايز البرنامج ده في حاجة ولا عايز البرنامج ده في حاجة. فدخلت نوت على التحميلات يا جماعة، تحميل الملفات. طبعا الصورة بتاعتي اهيت وديت اللي انا عامل عليها البرنامج التاني. طبعا بعد ما عملتهم الصورة عندي هنا بتحمل اهي. بعد ما بتحمل باخدها كده يا جماعة وبنزلها. بص زي ما انت شايف كده، وافضل اكبر فيها الصورة. تمام. اهي كده طبعا الصورة اتعملت، بس برضو في شوية تكات كده هعلمك عليها وانت معايا دلوقتي على الفيديو. طبعا بعد ما الصورة تتعمل هعمل حاجة ايه الأول كده. تصميم، نكتب بالعربي تصميم صورة مصغرة. تمام يا جماعة. بعد كده هنجيبهم على الجنب. طبعا تحت خالص لو عايز تكتب الجيميل بتاعك، طبعا بقول لهم ايه؟ معلومات اليوتيوب. بعد كده اللي فوق خالص دي ملهاش اي لازمة، بقوم ماسحها. تمام. دي كده الصورة المصغرة بتاعتي. هي كده انا خلصت؟ لا، ما خلصتش. انا كده ما خلصتش.
انا كده بخش على حاجه اسمها التعديلات على الصوره. بعد كده هنا بيقول لك كام افكت كده بتدوس عليهم، طبعا كل واحد بيعجبه افكت بيدوس عليه. انا اهو يعني بص دي كانت عامله ازاي دلوقتي، وبص الاول خالص كانت عامله ازاي. هنا غامقه، هنا انا فتحتها شويه طبعا عشان تبان معايا. تمام. تاني حاجه في حاجه هنا اسمها الضبط، ماشي. وفيها حاجه هنا اسمها الظلال. الظلال دوت بتعمل خط حوالين الصوره عشان توضح معاك. هتكتب حاجه اسمها مخطط. هنا هنزل اغير اللون المخطط اخليه للابيض. تمام. هو هنا كده الابيض تقيل شويه، احاول انزل اللون بتاعه شويه. تمام كده، تمام. نزل اللون. بعد كده يا جماعه بدوس على لا سيب الصوره كده. بدوس على انت عايز تظبط هنا كل حاجه، بدوس على الكلام دوت. اهو زي ما انتم شايفين كده. بدوس على الكلام واقوم جاي فوق هنا كده يا جماعه عند الخط، واعمله خط عربي. انزل تحت كده لحد ما تلاقي عربي. زي ما انت شايف اي خط انت عايز تعمله بتعمله. بص الخط ده بيبقى عامل ازاي، ده مكبر شوية، ده هادي شوية. بص تصميم صورة مصغرة. تمام كده الصورة نزلت يا جماعة اهي. بس برضه الخط ده مش عاجبني، نشوف خط تاني. نشوف خط تاني. في خطوط جميلة جدا يا جماعة هنا. طبعا انت بتنقي الخط اللي انت عايزه. دي جميلة، دي جميلة، مش وحشة، مش وحشة. ماشي. هنا طبعا خلصنا يا جماعة، بنعمل عملية التنزيل. بعد ما تنزل معانا الصورة المصغرة هنفتح البرنامج. يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، دي الصورة المصغرة بتاعتنا. ما خدناش وقت والله يا جماعة، يعني ده كله احنا ما خدناش وقت. ما تنساش بقى اللايك وتفعل الجرس، ويا رب اوصل لك كل جديد.